السلام عليكم. أعزائي الجاكوريون، في مقطع جديد. عندما كنت جالسا في أمان لله اتصفح سوشيال ميديا، خرج لي فيديو غريب وعجيب محتواه عن رجل يحسب نفسه حمار. لذلك اليوم سوف أقوم بردة فعل قبل البداية لايك والاشتراك في القناة. ودعونا ننطلق بسرعة يا أساطير. وتلم أقول لكم فيديو غريب وعجيب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والمشكلة الكبرى هذا المغفل ليس له حياء، يقول أمام الناس وبكل فاخر: أنا حمار أكرمكم الله. حتى الحمار. وإذا لاحظتم أن الحمار قام بردة فعل غريبة جدا ومضحكة، وكان الحمار يقول له: أبعد علي شفتك أيها المغفل. أيها الغبي، انسى، مستحيل من سابع المستحيلات، انت حمار لوحدك، أنا إنسان اسمي ياسين، إياك أن تحاول توريطنا جميع، انت وحدك حمار، هل سمعت؟ كلنا سوا حمير. ليه انت حمار؟ انت حمار. أخبرني ما خطبك، المؤقل لك، أنت وحدك الحمار هنا، وما الذي قلته للتو؟ نحن حمير، ما في إنسان. أغلق علي فمك المتسخ. طيب، من أي فصيلة تنتمي؟ هل من فصيلة المحششين أو من فصيلة المسطولين أو فصيلة المجانين؟ سوف أساعدكم، لقد حذفت إجابة. الإجابة الصحيحة هي فصيلة المجانين. أي شخص اختار الإجابة الثالثة يضع اشتراك، وأي شخص اختار الإجابة الأولى أو الثانية ضع لايك. نعم، أنا آسف، أنا من يريد أن يسمع هذا الكلام الفارغ لو سمحت. أعزائي المشاهدين، سوف أقوم الآن كفى، هذا يكفي أيها الأحمق، هذا هو هدفك أيها الحمار، العودة إلى الإنسانية. وهل الحمار يعرف معنى الإنسانية؟ أنا متأكد 100%، حتى أنت لا تعرف ما معنى هذه الكلمة. ماذا تريد منا أن نفعل؟ على سبيل المثال، نرى حمار في الطريق نلقي عليه التحية، السلام عليكم، أو نتوقف عن تسميه الحمار. حمار، لم أرى في حياتي هذه كمية من الغباء من شخص واحد. وفي النهاية أعزائي المشاهدين، لايك والاشتراك في القناة يا أساطير.